بزاف ديال المرات الوجع الحقيقي هو داكشي اللي ما كنقدروش نوصفوه. هو داك الصوت اللي كيبقى يحفر فينا لداخل وما كيسمعوه حتى حد. ما لم يقال اليوم ما غاديش نهضروا على الموت كحقيقة جافة، ولكن غادي نهضروا على الفراغ اللي كيخليه الغياب، على الزلزال اللي كيضرب القلب وكيبدل كل شي في ثانية. هاد الحلقة هي رسالة لكل أم، لكل قلب مكسور، ولكل واحد فينا فقد قطعة من روحه. كاين خبر كيبدل الحياة في ثانية، مكالمة قصيرة وصوت كيقول جملة وحدة، ومن بعدها ما كيبقاش نفس الهواء. كاين فقدان ما كيجيش غير باش ينقسم حياتك شخص، كيجي باش يبدل فيك شي حاجة ما كترجعش كيف كانت. الفقد ماشي غير موت، الفقد هو كرسي بقى خاوي، هو صوت كان كيملأ الدار ولا صدى، هو رقم في الهاتف ما قادراش تمسحيه وما قادراش تعيطي ليه. الفقد كيوقف الزمان، كيخلي الدنيا تمشي عادي، غير داخلك هو اللي كيتلقى الصدمة. ولكن منين كيموت شاب ولا شابة في عز العمر، هنا الألم كيكون مختلف، حيت ماشي غير شخص مشى مستقبل كان باقي ما تعاش، أحلام كانت باقية كتنتظر، ضحكة كانت غادي تكبر. الأم كتكون كتقول غادي نشوفو راجل، وفجأة كتولي تقول كان راجل. الفرق بين غادي وكان يقدر يكسر جبل. والأقصى هي ملي كتكون الأم بعيدة ويوصلها الخبر ديال ولدك مات، في داك اللحظة العقل ما كيستوعبش، والقلب كيهبط، والأسئلة كتفيق دفعة وحدة: واش كان وحده؟ واش نادى عليا؟ واش حس بيا؟ هاد الأسئلة كتعيش معاها سنين. ولكن كلامي لكل أم، ولدك ما كانش وحده. الروح ملي كيجي وقتها ما كتخرجش في الفوضى، كتخرج في موعد مكتوب، في حضن رحمة أوسع من أي حضن. يمكن ما كنتيش حداه في آخر لحظة، ولكن كنتي معاه طول حياته. كبر بدعائك، تربى بحبك، وتشبع بحنانك. الروح ما كتخرجش ناقصة من أمها، كتخرج وهي شايلة الحب كامل. يمكن كتقولي ما ودعتوش، ما شفتوش آخر مرة، ولكن الوداع الحقيقي ماشي في آخر دقيقة. الوداع الحقيقي هو سنين كاملة من الحضن. ألف صباح قلتي ليه الله يحفظك، ألف ليلة دعيتي ليه. هاد الدعاء ما كيمشيش، كيطلع. عن ابن تيمية كان كيقول: المؤمن لا يصيبه شيء إلا كان خير له. وكان كيقول كذلك: في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. هاد الجنة هي الرضا، هي الثقة أن الله ما كيختارش قلب إلا هو عارف قوته. البلاء ماشي علامة غضب، أحيانا هو علامة اختيار. إلى الله اختار قلبك لهذا الامتحان، فراه عارف فيك صبر ما كنتيش انتي عارفاه في راسك. ولدك ما نقصش من عمره، كمل الأجل اللي تكتب ليه. حنا كنحسبوا الحياة بعدد السنوات، ولكن الله كيحسبها بالكمال. يمكن عاش سنوات قليلة، ولكن عاش حب كبير، عاش حضنك، عاش بيت آمن، وعاش دعاء ما انقطعش. وهادشي ما كيضيعش. والذنب اللي كيجيك أحيانا: علاش ما مشيتش ليه؟ علاش ما عيطتش داك النهار؟ لو كان وجودك يبدل الموعد، والله خلاك توصلي. ولكن الأجل ما كيستشرناش، ولا كيجي قبل دقيقة ولا كيأخر دقيقة. اللي مشى مشى في ساعة مكتوبة قبل ما يتولد.
ولدك ما غابش، غير تبدل المكان. المسافة اللي كانت بينك وبينه في الدنيا سالات، حيت الروح ما عندهاش مسافة. الدعاء كيقطع السماوات، واللقاء وعد. يمكن هو سبقك بخطوة وغادي يوقف يستناك. ووسط هاد الآلام، يا رب، يا جابر القلوب المكسورة، جبور قلب كل أم فقدت ولدها. يا رب، إن كان الفقد نارا فاجعل بعده نورا، إن كان كسرا فاجعل بعده رفعة. اللهم إن كانت دموعها تنزل كل ليلة فاجعل كل دمعة شاهدة لها لا عليها. اللهم إن كان قلبها يشتاق فاجعل الاشتياق طريقا إلى الجنة لا إلى الحزن. يا رب، أنت أخذت وأنت أرحم، وأنت تعلم أن الأم إذا انكسر قلبها لا يجبره إلا أنت، فاجبر قلبها جبرا يليق بك، واكتب لها لقاء لا فراق بعده. آمين.